إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن هذه مخرجاتهم. لما يلجأ ويمسك ويقال له هل غيرت ما أنت عليه؟ يقول لا، تغيرت قواعد اللعبة. ويلك تلعب الدماء وأشلاء، دين الله لعب، اتخذوا دينهم لعبا وهزوا. نحن على ثبات من الدين، نقول ونعتقد ونعمل وندين الله به. أما هؤلاء يتقلبون كالحربة، ومع ظهور الأمر كثير منهم سيظهر اتباع السنة والسلفية ويتسلف السلفية، ولكن حقيقتك معروفة. فلا تعيب الناس إذا تكلموا وبينوا حقيقتك، لأنه من أقوالك أو من كتاباتك، من فيك وما نطق لسانك أو ما خط بنانك، فلا تلوم الناس على هذا. ولذلك أصحاب الحلق قالوا ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد للخير لم يدركه. ثم قال وإني أظن أنكم منهم. لما تكلم في الخوارج يقول عمرو بن سلمة فرأينا أصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان. عائشة أم المؤمنين حذرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين فاحذريهم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال أولئك الذين سمى الله فاحذريهم، حذر زوجة عائشة. فلما أتته امرأة تسأل امرأة اسمها معاذة من التابعين، أتت إلى عائشة أم المؤمنين. بعض الناس اليوم يقول أنتوا وش بلاكم، ما خليتوا أحد، سميتوا وذكرتوا، صنفون الناس، تحذرون العوام، والعوام ما لهم في ذا الأمور. اسمع 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 اسمع، لا تكلم أنت في شيء ما لك فيه معرفة، اسمع واستفد. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر عائشة أم المؤمنين في بيته، ما بهله وياها يحذرها. ولذلك هي بنفسها لما أتتها امرأة اسمها معاذة من التابعين، قالت يا أماه، تسأل فتوى، يا أماه ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ السؤال هذا فيه شيء؟ أنا أسألكم. هذا السؤال تظن أنه ما فيه شيء. عائشة قالت لا، هذا السؤال وراه شيء. ليه؟ النفس هذا ما هو بنفس سني، لأن الصحابة سمعنا وأطعنا. أما هذا معترض، ما بال الحائض تقضي ولا تقضي، معترض على الشريعة، وأصل الإسلام استسلام. فالنفس الليبرالي لما نتكلم تعرف هذا الليبرالي، العلماني لما نتكلم تدري ذا علماني، الإخواني لما نتكلم، والسروري ودعاة التكفير والتفجير بين هذا كلامه، التبليغي لما نتكلم بين كلامه، السني السلفي لما نتكلم واضح كلامه. فلما رأت عائشة منها هذا الطرح تركت الحيض والنفاس والقضاء والصلاة، فحولت المسألة إلى مسألة عقيدة ومنهج. صنفتها قالت أحرورية أنت؟ الحرورية فرقة من أهل البدع أخرجت على علي بن أبي طالب في العراق فقاتلهم الحرورية. قالت أحرورية أنت؟ لأن هذا النفس نفس الخوارج. قالت لا يا أماه لست بحرورية. وهنا أقف وقفة. هذه المرأة اللي ما تعرف أحكام القضاء في الصلاة من الصيام تقول لها لا ماني بحرورية، ما يجهل يا أماه ما هي الحرورية؟ فدل على أن التحذير من أهل البدع بأسمائهم وصل البجلان والنسوان ومن يجهلون الأحكام في بيوتهم من عوام الناس. يجيك اليوم اللي يقول لك لا تقولوا لا تشغلون الناس. احنا على ما عليها أم المؤمنين زوجة رسول الله اللي علمها رسول الله وما عليها الصحابة، حذروا من أهل البدع، حذر عبد الله بن عمر من الأزارقة والخوارج. قال حرورية أنت؟ تقول لها أنت حرور من الخوارج. فإذا ما تكلمت بكلام التبليغ وقيل لك أنت تبليغي، ولا تكلمت بكلام أهل التكفير والتفجير قيل لك أنت أخوانشي، أنت تفكير. هذا السرورية هذا طرحها. لا تغير على من صنفك ولا قال شيء أنت فيه. الليبرالي بين كلامه والعلماني بين كلامه، هذا طرحه. فمن فيك نعرف ما فيك، أما خط بنانك أو نطق لسانك أو في كتابتك من أحلت إليه أو رجعت إليه أو في خطبتك أو في تغريدتك أو في كلماتك أو في إحالاتك. فلا تعجب إذا قيل ما فيك عنك أنت وما فيك. تبرأ مما كنت عليه. البراءة مطلوبة، والرجوع عودا حميد، والاعتصام بالكتاب والسنة شرف، والاعتصام بالجماعة عز. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما مضى فات،
وما حصل زلة. والآن في واقع وعلمت تبين لك الأمر، مرحبا ومسهلا في جماعتك وأمرك دينك اللي الله مربك ودل عليه الرسول. ولا أهل البدع متفرقين متشرذمين ما فيهم خير. الرجل اللي هم السنة هذا ما هو برجال، ما فيه خير. الرجل هو اللي لزم